الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، أطيعوا الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الحسنيات المباركات الباقيات المتبقيات من هذا الشهر الكريم. هذه الأيام المعدودات من العشر الأواخر من شهر رمضان، شهر الصيام والقيام. لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم سلوكا خاصا في العشر الاواخر من رمضان. فروت عائشه رضي الله تعالى عنها انه كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر، يعني العشر الاواخر من رمضان، شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. وهذا شامل لجميع انواع الاجتهاد، من صلاه التهجد والقيام الى كثره الاستغفار وقراءه القران والتسبيح والتحميد والتهليل وكثره الدعاء. هكذا كانت حياه النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. عبادة، توبة، تذلل، افتقار، استغفار، دعاء وتضرع لله تبارك وتعالى، صدقة وإحسان، إغاثة للملهوفين والأرامل والسكانة
نفسك فتقول له لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها أفلا تريدون أن أكون عبدا شكورا كما كان أخي نوح عليه السلام. أيها المؤمنون، إن الجمع بين هذه الأحكام الطاهرات المباركات من صيام وقيام وذكر وقراءة القرآن ودعاء واستغفار وإحسان وصدقة وبذل معروف، إن الجمع بين الصيام والصدقة كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي يقول إن الجمع بين الصيام والصدقة أسرع في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها. ونحن أيها المؤمنون في العصر الأواخر عشر العتق من الميراث، يقول ابن رجب الحنبلي إن الجمع بين الصيام والصدقة أسرع في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل كما ورد في الحديث إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام أحمد وابن حبان في الصحاح. وقال أيضا الصدقة تكفئ الخطيئة كما يكفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يكفئ الخطيئة. أيها المؤمنون، لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على التزود بالأعمال الصالحات في مثل هذه الأيام التي تتنزل فيها علينا نفحات ربانية إيمانية، والسر في زيادة فضلها عند اجتماع هذه الطاعات أن كل واحدة من هذه الطاعات فيها مجاهدة للنفس على طاعة الله وقهر لها وحملها على خلاف ما تهوي والنسيان الأخرى. هذه الأعمال التي التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الامتثال بها والتأمل بها، هذه الأعمال تدل على إخلاص صاحبها لله تعالى في عمله وحبه له وحرصه الشديد على صاحبه. يدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال: من سمع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال له المصطفى: ما اجتمعت بالرئي إلا دخل الجنة، لأنها لا تجتمع إلا بالصادق الصديق، وأنت من أهل الجنة يا أبا بكر. ما أحوجنا أيها المؤمنون، ما أحوجنا في هذه الأيام والليالي المباركات من الإفطار من الطاعة والإقلال من المعاصي. إن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أيها المؤمنون، في هذه العشر الأواخر من رمضان ليلة مباركة هي تاج ليالي الدنيا بأكملها وأعظمها. الرب جل وعلا يغفر فيها الذنوب، يكفر فيها الخطايا، يغفر يرزق يشفي. فأروا أيها المؤمنون من أنفسكم خيرا وطاعة لله تبارك وتعالى. في هذه الأيام المباركات يستجاب فيها الدعاء. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: إذا كان ليلة القدر يا رسول الله أي شيء أقوله، أي دعاء أتضرع به إلى الله تبارك وتعالى؟ قال لها: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هكذا كانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته حينما أدرك قبل هذه الليلة توجيه بالتوبة والإنابة إلى الله. الدعاء حبل مربوط بين السماء والأرض، أكثروا من الدعاء. ولا تنسوا أنه في ختام شهركم هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صدقة الفطر طاع من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من لوائح هذا الجنس فرضها على كل أب مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير يقال قبل صلاة العيد، يؤخذ من الأغنياء يرد على الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر شهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فأخرجوا هذه الزكاة أيها المؤمنون عن طيبة نفس من جنس هذه الأعمال القوسى، كما أجازها أهل العلم من علمائنا دراهما. فأخرجوها وقدموها للفقراء والمساكين، ولا تنسوا الفضل بينكم. اتقوا الله تبارك وتعالى ودوموا على صلاة الجماعة، وإن الله مع الذين اتقوا والذين له محسنون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت والدها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجمع شملنا ووحد كفنا واجل الضرائب من قلوبنا واحمد الاسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين ودمر اعداء المله والدين واجعل بلدنا الجزائر امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا عزيز يا رحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان من النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنان، اللهم اجعلنا من اهل الجنان برحمتك يا رحمن. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقيموا الصلاه. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. تعالوا الصلاه على السلام قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يا سيدي ورحمة الله.
الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.